يا صباح الخير. فاضل كام 27 يوم ونخلص كلية الطب خلاص. بذاكر للعملي بتاع الجراحة اللي هو عبارة عن شفوي. بنمتحن على حالات في المستشفى، جراحة وطوارئ. تمام، في 45 درجة على الجراحة وتقريبا 20 درجة على الطوارئ، مش عارف. بالمناسبة يا جماعة، أي حد يعني في طب، كلية طب، أفضل وأحسن كتاب للعملي اقسم بالله يا جماعه من سنه تالتة لحد ما بخلص خمسه اهو. الكتاب ده ما فرقنيش في عملي بطنه ولا عملي جراحه، هو كتاب دكتور سويلم يا جماعه. ده الكتاب ده رهيب اقسم بالله. الف شكر لدكتور سويلم على العظمه دي، والله العظيم ما بهزر يا جماعه، كتاب عظيم. كتاب عظيم الكتاب العملي ده. يعني كل عمل انا بذاكر منه الحمد لله بجيب درجه كويسه جدا، فارشحه لاي حد في كليه الطب يعني. تمام. جماعة بصوا، عاوز اوريكم حاجة. اشتريت كام حاجة جديدة في الأوضة. يعني بصوا، أول حاجة دي ترابيزة شطرنج. الترابيزة نفسها يعني مرسوم عليها الرعا، فاهمين؟ أنا فرحان بيها أوي بصراحة. تمام. بصوا كمان مش بس كده، ده كمان فيها درج. ثواني ثواني ثواني. اهو بصوا كده يا جماعه، فيها درج. حاطط فيها قطع. لذيذه قوي، صح كده؟ فرحان بيها قوي. مش بس كده كمان، اشتريت اللمبادير دي، كان نفسي فيها من زمان. سميها بقى لمبادير، سميها نجفه، سميها اباجوره، سميها زي ما تسميها. ثانيه كده اشغلها واوريها لكم. شكلها لذيذ قوي على فكره. ثانيه، حاطط فيها حاطط من تحت هنا ايه، دراع اليوتيوب بتاع القناه التانيه. اوه. الله سو كيوت. بصوا يا جدعان، حلو قوي والله. شكلها جامد صح؟ انا عجباني قوي بصراحه. تمام. ومع كمان الشطرنج كده عاطيه منظر اللي هو فاهمين. every nerd's dream حرفيا، او every nerd's room. طبعا باين الارهاق، ما نمتش غير ساعه حرفيا. تمام. طبعا يا جماعه حلقت دقني بس عشان ايه؟ المره اللي فاتت لما رحت امتحان الشفوي، الدكتور قعد يقول لي ايه، يعني انت ازاي مش حالق شعرك وازاي مش حالق دقنك لما كان شعري طويل وكده. قال لي لازم يكون شكلك بريزنتبل قدام الدكاتره. يعني ايه شكلك بريزنتبل ده يا جدعان؟ والله حتى اصحابي سمعوا الموضوع ده وقعدوا يتريقوا. كل ما يشوفوني يقولوا يا اسلام شكلك مش بريزنتبل وبتاع. فايه، فمش عايزين ننقص درجات يعني على الحاجات اللي هي من دي يعني. وطبعا لازم نروح بالبلطو والسماعة بقى لأن احنا بنمتحن على مرضى، على عيانين من الفكرة. فالمفروض نلبس البلطو يعني. طبعا أنا بلبسه على بلبسه على بتاع ده عشان الجو برد. شكل دكتور يا جدعان ولا لأ؟ حاسس إن شكلي عبيط. والله معرفش ليه، بس مش مشكلة يعني. أنا شكلي مش بريزنتبل للأسف. الجو برد قوي يا جدعان، الجو برد قوي. الله يكون في عون الناس والله يا جماعة. للأسف امتحانات الشفوي بتاع الطب أسوأ حاجة الواحد اتعرض لها نفسيا. تقف الناس اللي في طب حرفيا عارفين يا جماعة قصدي، انك تقف كده 100 ولا 200 طالب في طرقة في المستشفى، وواقفين كده قدام الأوض بتاعت العيانين، مستني تدخل على عيان. ما تعرفش ايه الحالة اللي انت هتدخل عليها، ولا تعرف ايه الدكتور اللي هيمتحنك، ولا الدكتور اللي هيمتحنك في ايه، وهيسألك في انهي جزء في المنهج. حرفيا حاجة بشعة بشعة. داخل هو على المستشفى، نسأل الله التيسير يا جدعان، لأن والله العملي ده أو الشفوي تحديدا صعب جدا. حرفيا صعب جدا، كنت متعرفش هتمتحن في ايه أصلا، فاهمين الفكرة؟ فأنا هدخل وزي ما تيجي تيجي يعني، خلاص أنا ما عنديش حاجة تانية أقدر أعملها. جه دكتور كويس سقطني، أعطاني صفر، أعطاني النهائية، الله أعلم، فاهمين الفكرة؟ فخلاص أنا يعني فاهمين، بتيجي لحظة كده أنت ما بتكونش قادر، خلاص مفيش حاجة في إيديك، فاهمين قصدي؟ اقسم بالله يا جدعان قمة الرعب النفسي والله العظيم.
مش الحاجات دي جايه في الامتحان ولا ايه؟ اسلام حماده عمي وعم العالم. السلام عليكم. يا اسطى جاهز الامتحان؟ جاهز يا باشا زي الفل ان شاء الله خير ان شاء الله. خلصت يا جدعان. الصراحه دكتور عسليه يا جدعان. خلصت الثلاث لجان، هم 3 امتحانات ب 75 درجه، تمام؟ 25 درجه على كل امتحان منهم. بس الصراحه دكتور كويس قوي، يعني هو قاعد يسالني يعني تقريبا لي نص ساعه بمتحن. بس هو دكتور طيب قوي واعطاني، ما قاليش بس يعني الدرجه كام، بس اعطاني غالبا درجه كويسه لان انا جاوبت كل الاسئله معاه الحمد لله. انا فرحان قوي لاني كنت عايل هم الشفوي الصراحه، فالحمد لله يا جدعان. الحاله بتاعت البطنه كانت اعمل انسبكشن للابدومين واعمل بالبيشن للسبلين. سالني ايه الفرق بين البالبيشن اوف سبلين. قال لي الاول على الميثود اللي هي الديبنج ميثود، وان انا ابدا من عند الرايت الياك فصه. بتوع طب هيكونوا فاهمين الكلام ده تمام. قال لي ايه الفرق بين البالبيشن اوف سبلين والبالبيشن اوف كدني. قلت له اللي هو على البالوتمنت دي يا جماعه انا فاكرها من سنه ثالثه، يعني انا ما عدتش عليها في الجراحه بس فاكرها كمعلومه من سنه ثالثه يعني تمام. وبس كان في برضه حاله طوارئ، واحد جايب ميكل دايفرتيكولايتس، ومش عارف. انا فرحان الصراحه، هروح انام بقى عشان انا ما نمتش، بس انا فرحان الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عارفين يا جدعان امبارح نمت احلى نومه ليا تمام. روحت من الامتحان بتاع الشفوي والله نمت، قمت بس اكلت وصليت وكملت نوم ولسه اللي صاحي فاهمين يعني. نمت والله بتاع 10 ساعات كده ولا حاجه. فاللي هو النومه اللي بعد الامتحان دي بتبقى حلوه جدا يا جدعان والله. اللي هو بتكون قايم من النوم كده اللي هو فرحان كده وحاسس ان مفيش هم كده وراك ولا حاجه. احنا لسه الامتحان الجاي بتاعنا يوم 22، النهارده يوم 4 تقريبا، فلسه قدامنا حوالي اسبوعين على الامتحان الجاي. اخد لي بقى يومين 3 اجازه بقى تمام. اسبوعين از مور ذان انف ان اقدر اراجع منهج الرمد اللي هو العيون. فالحمد لله يعني. حد يقول لي انت رايح فين دلوقتي؟ اقول لكم انا لسه كنت صاحي من شويه، صورت فيديو على قناه الشطرنج الثانيه واكلت وصليت ورايح دلوقتي نادي الاطباء تمام. اكتر مكان بحب اروح يا جماعه يعني نادي الاطباء بصراحه. يعني في ميموريز كتير في النادي ده تمام. فاكتر مكان بحسه اللي هو ماي سكند هوم يعني، او اللي هو المكان اللي لما اكون مثلا مخنوق من البيت ولا لما اكون فاهمين عايز اروح اذاكر مثلا وعايز اغير جو شويه اروح هناك. بحب المكان ده قوي يعني. فهروح بقى اصور لكم عشان تقريبا دوشه الشارع مش هتخليكم سامعين صوتي كويس. نادي الاطباء يا جماعه انا بحب المكان ده قوي، بحب المكان ده قوي. بحس اللي هو زي ما قلت لكم ايه بيتي التاني كده. يا رب ما الاقيش حد قوي هناك عشان بحب الهدوء الصراحه. الناس بتيجي تذاكر هنا حلوين. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ طبعا انا بحب اجي اقعد هنا دايما. حضراتكم شايفين في البحر هنا او النهر يعني عشان الناس تزعل من كلمه البحر. فحد هيقول لي انت هتيجي تعمل ايه هنا؟ انا مش هذاكر الصراحه. طبعا هي الناس بتيجي تذاكر هنا عموما، ولكن انا جاي اذاكر بس شطرنج بقى، مش هذاكر حاجه عاديه يعني تمام. وادردش معاكم شويه برضو فاهمين. لسه كنت بتكلم من شويه يا جماعه اللي هو محمد بارك الله يخليك، بارك الله فيك الحمد لله. وانت طيب يا غالي الله يخليك، الله يكرمك يا فندم. ده طبعا عم محمد اللي عامل هنا، راجل محترم جدا، 5 سنين برضه. بحبه جدا يعني، راجل محترم جدا يعني، وباجي اساعده احيانا كده، راجل كبير في السن برضه. المهم يعني كنت لسه بتكلم يا جماعه ان الواحد نام نومه حلوه امبارح.
فسبحان الله يا جماعه، اللي هو don't take everything for granted، اللي هو ما تاخدش حاجه كده كانها يعني for granted، اللي هو يعني اللي هو مش ضامن زوالها، فاهم قصدي؟ لان في اي وقت ممكن اي نعمه منك تزول بس انت مش حاسس بيها، لو انت مش حاسس بقيمه النعم اللي هي معاك، يعني فاهم قصدي؟ وده حاجه اتعلمناها قوي في الطب، خصوصا الناس اللي هي بتنزل مثلا مستشفيات في سنه ثالثه ورابعه وخامسه، فاهمين الفكره؟ اللي هو انت بتلاقي ناس مثلا يعني ربنا يشفيهم عايشه مثلا على غسيل الكلوي، فاهم الفكره؟ فانت واخد يور كليتك فور جرانتد، فاهم؟ اللي هو ايه يا عم الناس كلها عندها كلى؟ لا، مش الناس كلها عندها كلى ولا حاجه، دي حاجه او نعمه المفروض تحمد ربنا وتشكر ربنا عليها كل يوم، فاهم الفكره؟ تعالى اغير، انا عايز اجيب الشمس كده ورايا، اظن مش عارف. تمام يا جماعه، كنت بتكلم اللي هو don't take everything for granted، اللي هو ما تعتبرش كل حاجه موجوده معاك هي خلاص حاجه موجوده وخلاص، لا يعني انت المفروض يعني تحس بقيمه الحاجه دي، فاهم؟ اللي هو تكون grateful للحاجه دي، لدرجه ان هو الاجانب تلاقيهم يقولوا لك هنعمل حاجه اسمها gratitude list، او قائمه الحاجات اللي احنا ممتنين لوجودها، ويقراوها كل يوم. والعلم اثبت ان الموضوع ده يعني اللي هو فعلا افكتيف من حيث ايه؟ من كذا ناحيه. في ناس بتكون مؤمنه بحاجه اسمها المانيفستيشن، او اللي هو يمانيفست حاجه. يعني ايه مانيفست حاجه؟ طبعا الكلام ده مش بقول لك ان انا مؤمن بيه يعني، تمام، ولكن اقول لك ان انا قريت كتير في الموضوع ده، في كتاب كامل بيتكلم عن الموضوع ده اسمه ذا سيكريت او السر، بيتكلم ان هو ان اي حاجه انت تقدر تمانيفست الحاجه دي. ان يعني ايه تمانيفست؟ يعني تظهر في حياتك، انك تجلبها. عارفين انا زي بقول لك بالعربي قانون الجذب والحاجات دي. مش مؤمن انا طبعا بالحاجات دي بصراحه، او يعني ما عنديش العلم الكافي ان انا مجرد قريت كتابين ثلاثه كده في الموضوع ده، ولكن نوت انترستد اني مور الصراحه في الكلام ده، تمام. ولكن انا بقول لك ان يعني الموضوع فعلا يعني سيبك من المانيفستيشن بقى والكلام ده كله، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولئن شكرتم لازيدنكم. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لئن شكرتم، طب نشكر ايه؟ كل حاجه في حياتنا حرفيا، حياتنا مليانه نعم اقسم بالله يا جماعه، بس احنا مش حاسين بيها، تمام. لسه كنت بقول من شويه لدرجه ان الاجانب بيعملوا حاجه اسمها جراتيتود ليست، وبيقولوا ان دي من ضمن اهم اسباب النجاح في الحياه. الجراتيتود ليست يعني ايه؟ جراتيتود ليست اللي هي قائمه الامتنان، اللي هو تعمل ليست كده او ورقه تكتب كل يوم فيها حاجه انت ممتن لوجودها، بس انت بتغفل بسبب يعني انشغالات الحياه، بسبب المذاكره، بسبب يعني انشغالك في الحياه عموما، انت بتغفل عن قيمه الحاجه دي. مع الوقت بتحس ان لا، الحاجه دي هي انت اخدتها فور جرانتد، فاهم؟ اللي هو ده حق مكتسب يعني، فاهم قصدي؟ لكن هي لا، انت ممكن تفقدها في اي وقت. نعمه الصحه يعني، فاهم؟ حتى ابسط الحاجات، نعمه يا عم ان انت عايش في بيت، انت متخيل انت مش حاسس بالنعمه، او يعني ممكن تتغافل عنها، انت عارف انها نعمه لكن ممكن تتغافل عنها. لكن تخيل مثلا جبت ورقه وكل يوم تكتب الحاجات اللي انت ممتن ليها، ممتن لوجودها، وكل يوم الصبح تقراها. الموضوع ده اثبت علميا ان هو بيقلل من الانكزايتي، بيقلل من الاسترس، لان انت بتكون مقيم او يعني مقدر قد ايه حياتك فيها حاجات قيمه وانت مش حاسس بيها، فاهم الفكره؟ فالحمد لله يا جماعه على كل شيء والله، يعني فاهم؟ اللي هو النوم ده اللي كنا بنتعاقب بيه واحنا اطفال، يعني اهلنا كانوا يجبرونا ان احنا نروح ننام، دلوقتي لا، احنا يعني النوم بقى حاجه اللي هو مكافاه لينا بعد الامتحان، اللي انت ما نمتش غير ساعه ولا ساعتين ليله الامتحان، ولا مكافاه لينا بعد شغل ولا حاجه. فسبحان الله والله يا جماعه. لو حبيت برضه اوريكم الفيو اللي انا قاعد فيه، يعني حاجه لذيذه كده الصراحه، تمام. بحب اقعد هنا كتير يعني، نهر النيل جنبي، وبلعب شطرنج هنا بقى، تمام. حد يجي يقعد معايا بقى يا جماعه، يا ريت والله. I guess you have to be really dedicated to master chess. That's true. You've got to give up everything. Make chess your whole life. How about girls? I had a date last night. No kidding. How'd you do? Great. I beat her in 4 moves. بصراحه الجو برد قوي، فانا قررت ان انا هقوم اتمشى شويه وبعد كده اروح. بحب دايما بعد فتره الامتحانات لما يعني يكون عليا امتحانات تقيله وانا ما نمتش بتاع، اخد ريست كده يومين 3 من غير اي مذاكره. بس طبعا لو في فاصل، يعني مثلا الامتحان اللي فات واللي قبله ما كانش فيه فاصل تقريبا غير يومين، فاهمين؟ فما فيش وقت ان انا اخد يومين 3، فاهمين؟ لكن دلوقتي في اسبوعين، فيومين 3 يعني ان شاء الله مش هيخسروا. استعيد فيهم طاقتي، اشحن فيهم الشغف بتاعي مره ثانيه للمذاكره، فاهمين الفكره؟ وكمان بحب اكافئ نفسي عن طريق ان انا اشتري حاجه انا في العاده مش بشتريها، يعني او اكل حاجه، انا اقصد، انا اسف يعني ايه في العاده مش بشتريها؟ يعني مثلا في العاده ان انا مش باكل الاكل مثلا اللي من بره، لانه طبعا بالفعل غير صحي، فاهمين الفكره؟ بكره الازعاج قوي قوي في الشوارع يا جدعان والله، يعني من اكتر الحاجات اللي بتخليني اكره اطلع هو التيت تيت تيت تيت. يا جدعان ما الطريق فاضي، انت عمال تطيط لمين؟ لا حول ولا قوه الا بالله، والله ما اعرف يا جماعه. شوفوا يعني ما اعرفش يعني معلش يا جماعه، انا بضطر اوقف التصوير كل شويه بسبب الدوشه بتاعت العربيات، فاهمين الفكره؟
فالمهم انا كنت بقول ان انا بحب دايما اكافئ نفسي ان انا اكل وجبه غير صحيه، تمام. على فكره ده سلوك خاطئ، يعني ما تعملش كده. ليه؟ لان المفروض ان الاكل الصحي يا جماعه، والاكل اللي هو يعني الكويس النظيف، اكل البيت عموما او الاكل اللي انت بتاكل فيه، يكون لايف ستايل. يعني ايه لايف ستايل؟ يعني ما يكونش مثلا عقاب ليك، فانت مستني انك يعني يجي مثلا وقت انك تاكل اكل غير صحي كمكافاه، فاهم؟ فانت كده بتدرب مخك ان الاكل غير الصحي هو المكافاه، فاهم؟ وده غلط يعني، تمام. حد يقول يعني انت بتعمل كده، طيب ما انت بتنصح الناس، فاهم؟ ما انا بقول لك الصح، تمام. وكلنا مش ملايكه يعني، كلنا بنخطئ يعني، وكلنا او كلنا بنعمل بعض السلوكيات الخاطئه يعني، ولكن نكون واعيين انها خاطئه، مش يعني نعمل سلوك خاطئ وندعي ان هو سلوك جيد يعني، فاهم الفكره؟ لا، هو سلوك خاطئ، ما تعملش كده يعني. خلي الاكل غير الصحي ده هو حاجه يعني وحشه، فاهم قصدي؟ عشان نعدي الطريق بس، تمام. ف حتى بتوع الجيم يا جماعه بيقولوا عليها شيت ميل. شيت ميل اللي هي ايه؟ وجبه شيت، يعني انك بتغش يعني، وجبه غشيه يعني، فاهم القصد؟ يقول لك انا هاكل شيت ميل، وده على فكره يعني علميا يعني مش مضر قوي لو كل شهر مثلا وجبه، فاهم؟ يعني لو كل شهر مثلا اكلت لك بيتزا مثلا، بيتزاهايه مثلا، فاهم؟ او كل مثلا شهر ولا كل اسبوعين 3 مثلا اكلت حاجه مقليه، فاهم؟ مش غلط قوي. او كل مثلا اسبوعين ولا حاجه اكلت لك حاجه مسكره، فاهم الفكره؟ مش هي الحاجه اللي هتاثر على صحتك بصراحه يعني، عشان نكون صراحه يعني، تمام. فمش مشكله قوي يعني، لكن برضو يعني لو قدرت تتخلى عنها خالص يكون افضل، فاهم قصدي؟ فانا صراحه بحب بعد كل فتره امتحانات او بعد كل شهر كده اكافئ نفسي بوجبه غير صحيه، تمام. وبحاول يعني اخليها صحيه على قد ما اقدر يعني، او اختار حاجه تكون مشويه وكده. حد يقول لي تختار مين او تاخد منه الوجبه، هقول لك من ابل فود. يا جدعان، ابل فود ده بالنسبه لي احسن، ولا اعلان ولا حاجه، ما اعرفوش ان انا عايش اصلا، ولكن ابل فود بالنسبه لي ده احسن مكان انا بحب اختار منه الوجبه دي. حبيبي شكرا. السلام عليكم. انت عايز ليمون سوشي معاك ماشي، ليمون سوشي. سوشي. ماشي. في حاجه فيها جبنه ريكفورد؟ الجبنه الريكفورد دي بتبقى في البيتزات الميكس تشيز. بيتزا ميكس تشيز. اوكي، هبقى افتح ده. ماشي. في ده فيها فيزا؟ لا علينا خالص. الله يخليك، تسلم. في فيزا. ماشي. احمد تمام يا غالي، شكرا. بصوا كده، السوشي بتاعهم تحفه تحفه حرفيا. بصراحه بعشق اكله. دي الشوب ستيكس، جامدين قوي. البيتزا الميكس تشيز بتاعتهم تحفه. طبعا بحبها عشان جبنه ريكفورد، انا عاشق للجبنه ريكفورد يا جدعان. طبعا انا مش هقدر اكل ده كله، تمام. فانا اكلت ربع الكميه يمكن، والباقي اخدته تيك اواي معايا. صراحه الشباب اللي شغالين هناك في قمه الذوق والاحترام، الاكل بتاعهم نظيف جدا. انا دخلت عندهم اللي هو المكان اللي بيعملوا فيه الاكل جوه مره، تمام. استاذنت طبعا من صاحب المطعم اعرفه، و يعني كلهم نظيف جدا الصراحه يعني، فاهمين يعني. صراحه ده انضف حرفيا مكان، او ممكن اقول المكان الوحيد اللي اقدر اكل فيه بره وانا مطمن هو ابل فود. وده طبعا غير او يعني مش مبرر ان يخليني اكل عنده كل يوم يعني، طبعا او استبدله بالاكل بتاع البيت يعني، فاهمين؟ لان في الاول والاخر برضه هو اكل مش صحي، فاهمين؟ ولكن هو يعني فاهمين مش مضر قوي الصراحه يعني. يعني زي ما قلت لكم شيت ميل يعني. خلاص بقى، خلاص اخرج يا اسلام من الموضوع ده خلاص. الصوص بتاع الوسابي يا جدعان حرفيا بيخلي لا مؤاخذه يعني مناخيري كاني كده حاطط يعني احساس غريب يعني. الوسابي حرقان ومش على اللسان زي الشطه العاديه، ولكن في المناخير، فاهمين قصدي؟ اتذكر ان من ضمن المواقف الطريفه اللي حصلت قبل كده يا جماعه،
ان كان الدكتور كان بيتكلم معانا عن موضوع الكونسنت، ان انت لازم يعني المريض اللي هتعمل مثلا عليه عمليه معينه او هتديله مثلا دواء معين، فانت المفروض تكون مفهمه كل حاجه كل حاجه، يعني كل المضاعفات اللي هتحصل، حتى لو في بالك المضاعفات دي لا ممكن ما تحصلش يعني، او مثلا ممكن ما تكونش فارقه مع الشخص ده. مش فاهم يعني ايه، هقول لكم. كان في مره كان في شخص كنا يعني بنعمل عليه فحص كده انا وزمايلي الطلبه يعني في المسالك. فكان الشخص ده راجل كبير في السن يا جماعه، الراجل حوالي 85 سنه ولا حاجه، يعني كان تقريبا معدي، يعني ابنه الكبير كان معاه هو وكان جاي مع اهله وكده. ابنه الكبير عنده 60 سنه، يعني ابنه الكبير هو اكبر من ابويا، فاهمين الفكره؟ فاللي هو يعني راجل، يعني ربنا يديه طول العمر طبعا، مش قصدي حاجه يعني، فاهمين الفكره؟ ولكن هو راجل كان كبير في السن، وراجل فاهمين هو يا جماعه من الناس البلدي الفلاحه، يعني مش قصدي حاجه، انا والدي من الفلاحين عادي جدا يعني تمام، اللي هو فاهمين يعني من الناس اللي هم بتوع الزرع بقى والغيط والحاجات دي يعني تمام. فالمهم، فالراجل ده كان يا عيني عنده يعني ربنا يشفيه ولا الله اعلم هو احواله ايه دلوقتي تمام. كان عنده ورم في نهايه المثانه كده تقريبا، او في بدايه الاحليل او اللي هو يعني منطقه كده يا جماعه تمام. المهم كان عنده كانسر، في الممرات البوليه تمام. فالعمليه بتاعت الراجل ده كانت عباره عن ان احنا يعني كان محجوز في المستشفى على اساس انه هيتعمل له عمليه تحويل المسار البولي، يعني المسار البولي كده هيتحط كده يعني في القناه الهضميه، فاهمين؟ يعني هيعمل الحمامين من نفس المكان، سيبك من الكلام ده خالص دلوقتي. فالمهم يعني، فالدكتور بيقول ايه بقى، انه كان بيحكي للشخص ده او كان بيحكي للراجل ده على المضاعفات بتاعت العمليه. بيقول له يا حاج ده ورم وده سرطان، والعمليه بتاعته صعبه، وممكن يحصل لك التهاب، وممكن يحصل لك عدوى، وممكن يحصل لك ان يتكون حصوات كتير جدا، ممكن يحصل لك التهابات كتير في المثانه، ممكن يحصل كذا وكذا وكذا، وقعد يسمي له مضاعفات من هنا للصبح تمام. والراجل يا عم اعملها لي، يا عم ماشي اعملها لي، المهم سرطان اعملها له. ولكن الراجل ده كان عنده كام، 85 سنه. فمن ضمن المضاعفات المنطقيه ان المفروض ان من ضمن مضاعفات العمليه دي هيحصل اريكتايل ديسفانكشن او ضعف جنسي. منطقي يا جماعه، ما هو انت هتعمل عمليه صعبه زي دي، اكيد من ضمن المضاعفات. ولكن الدكتور ما قالش للمريض ده ان من ضمن المضاعفات انه هيحصل ضعف جنسي. ليه؟ ما هو راجل 85 سنه، معلش انا اسف يعني، ليه افتح له سيره زي دي؟ هتفرق معاه في ايه؟ فالدكتور بينبهنا انه لا هتفرق معاه، انت قول له تمام. فاللي هو ايه بقى، الراجل كان محجوز في المستشفى وكل حاجه، جه وقت العمليه، فالمفروض الراجل يعني بنديه زي كونسنت، ورقه او اقرار مكتوب فيها المضاعفات ومكتوب فيها العمليه وكذا وكذا وكذا. فالراجل جه يمضي على الكونسنت. فالمهم في الاخر خالص الراجل جه يمضي على الكونسنت او الاقرار، فلقى ان من ضمن المضاعفات اللي مكتوبه احتماليه الاصابه بالضعف الجنسي. والدكتور ما كانش قال له على الموضوع ده. الراجل اول ما شاف ضعف جنسي، ضعف جنسي ايه يا دكتور؟ الدكتور قال له، الدكتور هو فعلا ما قالوش على موضوع الضعف الجنسي ليه؟ ده راجل 85 سنه، ابنه الكبير 60 سنه، يعني قد ابويا، فاهمين الفكره؟ المهم يا جدعان، الراجل الكبير شاف كلمه الضعف الجنسي واتجنن. يا دكتور يا ازاي الكلام ده؟ جه ولده يا جدعان، ولده قد يعني اكبر من ابويا حرفيا، يعني ولده عنده 60 سنه، بيقول معلش يا دكتور بس ابويا لسه متجوز من سنتين وده عريس جديد تمام. كان لسه متجوز واحده من سنتين وبتاع، وموضوع الضعف الجنسي ده مخوفه. وفي الاخر الراجل مرضاش يعمل العمليه بسبب هذا البند او هذا الشرط، يعني فاهمين؟ فاللي هو يعني انت ما فرقش معاك الانفكشن والالتهاب، ما فرقش الهيموريدج، ما فرقش مش عارف ايه، ما فرقش، راحت الدنيا اتشالت واتقلبت وما رضيش يعمل العمليه وخلاص، يعني بعد ما كان هيتحجز بسبب موضوع الضعف الجنسي. فتخيل الدكتور ما كانش قال له على موضوع الضعف الجنسي وعمل العمليه وحصل له كده بعد العمليه، كان الدكتور بقى يعني هيروح في داهيه، المريض يروح يشتكيه والدكتور يلبس بقى 5 سنين ولا حاجه ولا 10 سنين. ما اعرفش، بس الموقف ده جه في بالي يا جدعان، كل ما افتكره بضحك والله. ايه الاخبار؟ بقرا كتاب اسمه Adult Children of Emotionally Immature Parents، او يعني الاطفال بالغين تمام لاهالي غير ناضجين عاطفيا. بيتكلم how to heal from distant, rejecting or self-involved parents، اللي هو بيتكلم عن الاهالي الغير ناضجين عاطفيا، وازاي ده ممكن ينعكس عليك كإنسان بالغ في المستقبل، وزي ممكن يعني تكبر وتعمل أصدقاء وتتعرف على ناس وتعمل، فاهم، اللي هو تتجوز وتخلف أطفال، لكن انت حاسس رغم ده كله بالإيموشنال لونلنس أو الوحدة العاطفية، فاهمين قصدي؟
اللي هو انت حاسس ان لا، لما تكون في مثلا اللي هو مش عارف تقرب عاطفيا من حد، فاهم؟ رغم انت ممكن تكون متجوز وانسان كبير وخلاص وعندك اطفال، لكن الموضوع كله كان ينبع من يعني بسبب الاهل، فاهم؟ بسبب الاهل من هو صغيرين، او من وانت صغير، ان هم ما كانوش، معلش ايه ده، ثواني ساعات، تمام. ان هم ما كانوش ماتيور انف، او ما كانوش بالغين بشكل كافي، او ما كانوش قصدي ناضجين بشكل كافي ان هم يحتووك عاطفيا من وانت طفل، فاهم الفكره؟ لان الكاتب بيقول ان ال children the basis for our security، يعني اللي هو الاساس بتاعنا بتاع الاحساس بالامان واحنا اطفال is emotional connection with our caretakers، هو الاتصال العاطفي بالناس اللي هم بيرعونا، اللي هو سواء الاب بقى او الام او فاهم، او اخواتنا الكبار مثلا، فاهم الفكره؟ فلو احنا فقدنا جزء الاتصال العاطفي، هو يعني إيه الاتصال العاطفي؟ يعني ان انا اكون قادر اتكلم معاك في اي حاجه، احكي لك اي حاجه، اناقشك، اوبن اب، او يعني اللي هو فاهمين، افضفض ليك، اقول لك على اسراري، اقول لك على المشاكل اللي انا فيها، اقول لك على اي حاجه ممكن تتصورها، من غير ما اكون خايف ان انت هتجادج بيه، او ان انت هتحكم عليا، او ان انت هتسيلف ريفلكت الموضوع ده، فاهم الفكره؟ او اللي هو هتبص للموضوع ده بنظره نرجسيه، او مثلا هتقول لي لا ما انت اللي غلطان، او لا، فاهم الفكره؟ اللي هو يعني انا حاسس بالامان وانا بتكلم معاك، اللي هو انا حاسس ان احنا على نفس الصفحه، فاهم الفكره؟ مش عارف اوضح قوي يعني، بس يعني لو حابين بعد ما اخلص الكتاب ابقى اعمل عنه فيديو. هو كتاب كتاب لذيذ يعني، كتبه دكتور تمام اسمه لينساي، تمام، دكتور سايكولوجي. فلو حابين يعني، هو فيه ستوريز كتير اصلا او قصص كتير في الكتاب عن ناس بيعانوا من الموضوع ده. فلو حابين نتكلم عن الكتاب ده، عن العزلة العاطفية، وعن ازاي عدم الاحتواء من الاهل بيأثر علينا من واحنا اطفال لحد ممكن يعني لحد ما نموت، فاهم الفكرة؟ وازاي ممكن نبدأ في رحلة الهيلينج او التعافي من الموضوع ده، قولوا لي في التعليقات، وابقى اعمل فيديو عن الموضوع ده، وبعمل ايه، شغل زر الجرس بقى عشان لو عملت فيديو يبقى يوصل لك يعني، تمام. لو ما تعرفش ما يجول في باطن عقل لاعب الشطرنج، فكنت بقرأ كتاب اسمه Think Like a Grandmaster، أو إزاي تفكر زي الأستاذ الدولي الكبير. الجراند ماستر ده أعلى لقب في الشطرنج من الاتحاد الشطرنجي، تمام. فالمهم، فهو بيتكلم عن الأناليسيس اللي هو تحليل النقلات. بيتكلم ان لما المفروض اي نقله الجراند ماستر بيجي يفكر فيها، بيفكر بالشكل ده، يعني ده اللي بيدور في عقله. ايه ده، مش فاهم، لا مؤاخذه يعني. دي حاجه اسمها تري اوف اناليسيس، واي لاعب قوي شويه مستوى مثلا نقول فوق ال 2200، فالمفروض ان الكلام ده بيدور في عقله. عباره عن ايه الكلام ده؟ عباره عن انه مثلا بيحط 3 نقلات محتمله او 3 نقلات مرشحه، تمام. يعني مثلا في النقله 19 ممكن الخصم يلعب كينج دي 7، كينج دي 8، كينج دي 6، وبعد كده يمسك كل نقله منهم ويقول طب لو لعب دي انا ممكن العب دي، فهو ممكن يلعب دي، فهو لو لعب دي فانا هلعب دي فيلعب دي، طب لو لعب دي انا ممكن العب دي ودي، وهكذا، تمام. لحد ما توصل ان مخه بيدور فيه حاجه شبه كده. فالموضوع مش بالبساطه يعني. انا آه، الفكره يا جماعه ان انا كنت مره بتكلم عن الشطرنج، فلقيت ان في ناس مفكره ان الشطرنج ده لعبه زي الكوتشينه مثلا او زي الدومينو مثلا. لا، الشطرنج علم كبير يعني، فاهمين؟ هو علم حرفيا يعني. علم الشطرنج مش مجرد لعبه ترفيهيه، لا. لو الموضوع بالبساطه دي ما كانش اتكتب فيها كتب بالكم ده، او ما كانش اتكتب فيها ثيريز او نظريات، فاهمين الفكره؟ يعني الشطرنج مكتوب فيه نظريات كتير جدا جدا، نظريات للافتتاح، نظريات للاند جيم، تمام. الاند جيم لوحده ده علم، فاهم يعني؟ الموضوع معقد جدا يا جماعه، الموضوع معقد جدا. طبعا لو عايز تتعلم، فانت عارف انا معايا قناه شطرنج تانية بعلم فيها شطرنج من الصفر، تمام، من كتاب المدرسه السوفيتيه، ودي احسن مدرسه في العالم لتعليم الشطرنج. خرج منها ميخائيل تال، خرج منها جاري كاسباروف، تمام. وان شاء الله هبقى اخرج منها انا كمان. تمام. فهتلاقي لينك القناه بتاعت نكات تشيس، وهتلاقي بلاي ليست اسمها تعلم الشطرنج من الصفر. لو انت ما تعرفش حتى اسم القطع، تقدر تاخد فكره برضو عن البلاي ليست دي، تابعها بالترتيب وهتستفيد ان شاء الله. من احلى السناكس اللي انا بحبها هي البروتين بار بتاعت ابو عوف. مش بقول اني يعتمد عليها كمصدر بروتين يعني، لان اكيد فيها طبعا انجريدينت ممكن ما تكونش احسن حاجه، ولكن احسن من ان انا اشتري
اي سناك تانية مليانه سكر بقى، مليانه مواد صناعيه. البروتين بار دي بحبها جدا، خصوصا الكوكونات دي، كوكونات والبيري. اي حاجه فيها بيري انا بحبها جدا يا جدعان. حد يقول لي انت رايح فين دلوقتي؟ رايح اشرب اسبريسو. انا عاشق للاسبريسو بصراحه، وعايز اشتري مكنه اسبريسو، بس معرفش بتتباع فين ولا اجيبها منين يعني، فاهمين؟ بدل ما انا بصرف كل يوم 50 جنيه و60 جنيه على كوبايه اسبريسو. لو حوشت اللي بشربه اسبريسو انا هجيب مكنه في شهر ولا حاجتين، فاهمين الفكره؟ فانا هروح بقى المكان المفضل اللي انا بحب اروحه. هتقولي ايه المكان ده؟ الا وهو مكان اسمه سيسيلي. سيسيلي ده بحبه جدا، مكان رايق كده، مش مشهور قوي، محدش يعرفه قوي اظن، او ممكن يكونوا يعرفوه بقى، ماليش دعوه يعني، فاهمين؟ بس هو مكان رايق تمام. وكمان بحبه عشان هو بيريليت ليا شويه، عشان كلمه سيسيلي تقريبا معناها الصقلي، فهي مشتقه بقى من السيسيليان ديفنس. فانا بحس بقى ان انا قاعد في السيسيليان ديفنس بقى. انا معرفش ايه الجنون ده، بس انا بحب الحاجات اللي هي بتريليت ليا كده، فاهمين قصدي؟ بصوا يا جدعان، محشيه بيري ازاي من جوه، جامده قوي. لقد وصلنا. طبعا انا قررت اقعد في الشمس هنا يا جدعان، لان المكان جوه مليان بنات من الاخر. وانا بصراحه مش بحب اقعد وسط بنات يعني. شكرا. تمام. فللاسف هقعد بره. سو ساد. كان نفسي اصور لكم المكان من جوه، هو شكله لذيذ بصراحه، بس مش مشكله، مره تانية ان شاء الله. صورة روقان يا جدعان، شويه دبل اسبريسو مالهمش حل يعني، فاهمين؟ طبعا لسه ما شربتش منهم، هم بيكونوا شويه قليلين كده، فاهمين؟ عشان الاسبريسو بيكون كافيين عالي، فلو ملالي الكوبايه تقريبا انا ممكن يجيلي هارت اتاك واموت يعني، فاهمين الفكره؟ من الاوفر دوز كافيين. طبعا من غير سكر طبعا، يعني حاجه تحفه الصراحه. كلنا من ناحية الشكل زي بعض، لكن من جوه بنختلف اختلاف فظيع جدا. والحقيقة ان ربنا بيسترنا من بره، بيستر البواطن بتاعتنا والحقائق بتاعتنا، بيسترها بالماسك ده اللي احنا لابسينه، واللي زي بعضه، كله زي بعضه، لكن احنا مختلفين من جوه اختلاف فلك عن فلك. وفيه اللي جواه ملك، وفيه اللي جواه شيطان، وفيه اللي جواه نار بالفعل، نار أيضا بالفعل. طول ما انا ماشي بحب اكون لابس الايربودز. تقول لي ليه يعني؟ تسمع اغاني مثلا، تسمع بودكاست؟ اقول لك لا، مش بسمع حاجه. امال ايه بتلبسها؟ منظره يعني؟ ولا منظره والله، مش مهتم اصلا براي الناس. بس بلبسها علشان الايربودز اللي معايا اسمها هواوي ايربودز، مش عارف 4 ولا ايه، فيها نظام اسمه نويزي كانسلنج مود، اللي هو بالذكاء الاصطناعي كده بيعمل كانسليشن لصوت العربيات ولصوت الناس، فانا ماشي مش سامع صوت حاجه، ودي حاجه بيرفكت بصراحه يعني. فاللي هو انا ماشي مش مهتم مين يقول ايه، مين بيتكلم، فاهمين؟ صوت الدوشه بتاعت الناس يعني صراحه فيتشر حلو قوي يعني. فانا مش بلبسها والله عشان منظره ولا علشان لكن عشان ما اسمعش صوت الناس، ودي احسن، فاهمين؟ يعني صوت الهدوء احلى من صوت البودكاست، واحلى من صوت الاغاني، واحلى من صوت اي حاجه يعني، فاهمين قصدي؟ بس انا بصلي العصر عشان انا ما صليتش العصر بصراحه. كان نفسي اصليه يا جماعه، بس لعله خير ان شاء الله. الدنيا كلها في الكلمتين دول: نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره. مش هكذب عليكم يا جماعه، انا كان من زمان حلمي ان انا افتح تشانل يوتيوب بصراحه يعني. اتذكر لما كنت في
تانية اعدادي او اولى اعدادي اشتريت كرومه خضراء، وبما اني كنت بحب علم الفضاء بقى والاستروفيزيكس والحاجات دي، فكتبت سكريبت بقى عن ايه هقول لكم. كتبت سكريبت عن ليه كوكب الزهرة اكثر حرارة من كوكب عطارد، مع ان كوكب عطارد هو الاقرب للشمس. ايه اللي انت بتقوله ده؟ هقول لكم. لاني فاكر في سنة اولى اعدادي او تانية اعدادي اتخانقت مع المدرسة بتاعت العلوم اللي عندي في الفصل. يا اسلام بتهزر؟ والله العظيم ما بهزر. طب اتخانقت ليه؟ هقول لكم. كان في درس بيتكلم في اولى اعدادي او تانية اعدادي تقريبا عن موضوع الكواكب بقى، تمام؟ فالمهم فالمدرسة بتاعت العلوم كانت ايه بقى؟ تقول لنا اللي هو كوكب عطارد هو اكتر كواكب حرارة. طيب ليه يا مس؟ علشان هو الاقرب للشمس، لوجيكال. وانا كان عندي معلومه، لان انا كنت من وانا صغير بحب اقرا في الفضاء بقى والحاجات دي كلها. انا كان عندي معلومه ان لا يا جماعه، اكثر الكواكب سخونه هو كوكب الزهره، صح كده؟ طب اشمعنى؟ لان انا حسب ما اتذكر يعني الكلام ده يا جماعه كان من زمان، ان كوكب الزهره الغلاف بتاعه كان يعني سميك، تمام؟ الغلاف بتاعه ما بيسمحش للغازات انها تهرب او حاجه زي كده، تمام؟ الكلام ده يا جماعه من وانا صغير، فاهمين الفكره؟ وبالتالي ده اللي يخلي كوكب الزهره محتبس بالغازات، فدرجه الحراره يعني اعلى، تمام؟ لانه كانوا زي اوضه او حجره مغلقه، فاهمين الفكره؟ فده اللي بيخلي كوكب الزهره اكثر حراره من كوكب العطارد، رغم ان كوكب العطارد اقرب للشمس. فالمهم كان لها تفسير كده يعني مش فاكره قوي. فالمهم قعدت اقول الكلام ده في الفصل، راحت المس قالت لي غلط، وضحكت الفصل كله عليا، تمام؟ والله العظيم اتذكر يا جماعه. وانا روحت اعيط، وروحت اعمل سيرش تاني، وقعدت احمل في كتب عن الكواكب وكتب انجليش وكتب عربي واقرا، والاقي ان لا، كلامي انا اللي صح، فاهمين الفكره؟ فالمهم يعني فكان حاولت اعمل فيديو قبل كده عن الموضوع ده وانا صغير، بس للاسف فشلت. ما كانش معايا مايك كويس، كنت بصور بكاميرا فون، اول فون كنت اشتريه في حياتي كان اسمه سامسونج اس دوس، كان فون صغير كده شبه الدمعه كده، فاهمين؟ فانا صراحه من زمان كنت انسبايرد بصراحه من الدحيح. كنت بتفرج على الدحيح من زمان خالص بقى، من قبل ما يظهر على القناه اللي هي التشانلز اللي بيظهر عليها دلوقتي. كان بيصور بقى في الاوضه بتاعته في الضلمه بقى، فانا كنت انسبايرد بالدحيح، كنت بحب العلوم من الدحيح. كنت انسبايرد برضو بايمان الامام، حببتني في الطب جدا جدا، اللي هي الاسم تاليا. كنت انسبايرد بالناس دي جدا، وكنت برضو انسبايرد باحمد ابو زيد، بتابعه من وانا صغير بقى، من ايام ما كان بيعمل دروس انجليش بقى، فاهمين؟ فالناس دي كلها حرفيا اللي انا اتربيت يعني معاها يعني، تمام؟ بس فكان نفسي صراحه اكون زيهم، تمام؟ مش اقلدهم ولكن اعمل حاجه زيهم، فاهمين قصدي؟ بس فصراحه يعني ده يعني بداياتي مع اليوتيوب. فمن وانا صغير عندي بقى اللي هو البذره بتاعت حب ان انا اعمل محتوى على اليوتيوب وكده. ودلوقتي اسلام الكبير بيحقق امنيه اسلام الصغير، فاهمين؟ لسه اللي هو دلوقتي خلاص الواحد في 5 طب ولا بيخلص طب اهو، الحمد لله، بيحقق بقى في امنيه اسلام الصغير يعني، فاهمين الفكره؟ بس فاهمين احساس كده ان انت بتساتسفاي الطفل اللي جواك يعني، فاهمين قصدي؟ انا حاسس ان في دوشه كتير يا جماعه. يا رب يا رب الصوت بتاعي يكون باين، يا رب، عشان لو الصوت بتاعي مش باين انا والله هزعل يعني، فاهمين الفكره؟ وبمناسبه موضوع المدرسين بقى والحاجات دي، اتذكر كمان ان في اولى ثانوي كان في مستر بتاع فيزياء، مش فاكر اسمه حتى والله، تمام؟ حرفيا عمل مني مسخره في الفصل يا جماعه، علشان كنت بقول له ان الكون بتاعنا 4 ابعاد مش 3 ابعاد. والله العظيم يا جماعه، هو حرفيا يعني الراجل يعني مبصمك، بس يعني طبعا مع احترامي ليه طبعا، بس المفروض لما انت تسمع حاجه ما تتريقش عليها يعني، فاهمين؟ اقسم بالله يا جماعه ده من ضمن المواضيع اللي اثروا عليا نفسيا جدا. بقول له يا مستر الكون بتاعنا 4 ابعاد مش 3 ابعاد. يقول لي ازاي 4 ابعاد؟ ما هو ال3 ابعاد المعروفين 3 دايمنشن. بقول له لا، البعد الرابع هو الوقت، تمام؟ اللي هو الزمان. بقول له حتى عشان كده اينشتاين كان النظريه النسبيه بتاعته بيقول ان الكون بتاعنا عباره عن نسيج من الزمان والمكان، وسماه سبيس تايم، او بالعربي لو هنترجمه ترجمه حرفيه هتبقى الزمكان، اللي هو الزمان والمكان. اقسم بالله اول ما سمع زمكان قال ايه زمكان بطريقه تهكميه، بطريقه سخريه، وقعد يضحك ضحك رخم اللي هو فاهمين؟ واقسم بالله يا جماعه خلى الفصل كله يضحك عليا،
وخلاني اللي هو محرج احراج والله العظيم يا جماعه. اتذكر ان الوقت ده روحت محطم نفسيا جدا بسبب التريقه، مش بسبب ان انا مثلا ما عنديش معلومه، لا يعني هو ما يعرفش يعني ايه زمكان اصلا، فاهمين؟ اللي هو قاعد يتريق على كلمه الزمكان، فدي كل الفكره يعني مش اكتر يعني. بس ده موقف تاني للاسف حصل مع المدرسين. انا عندي كذا موقف مع المدرسين ما كانش الطف حاجه يعني، فاهمين قصدي؟ يلا الحمد لله يعني. في مكان اسمه ماتريكس ستوديو فتح جديد، في معدات تصوير بقى واضاءات وحاجات من دي، فهروح بقى اشوف الحاجات اللي عنده، يمكن الاقي حاجه يعني، فاهمين الفكره؟ اوكي السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ازي حضرتك يا فندم؟ ايه الاخبار؟ الله يكرمك. شفت اعلان على الفيس عن هنا وقلت مهتم بالتصوير وكده، فقلت اجي اشوف الدنيا. الله يكرمك يا فندم. الله يكرمك. ماشي. بصراحه ناس ذوق قوي، ناس محترمه. بس اتحركت اصور وانا قاعد معاه يعني. فسالت على شويه حاجات وخدت منه رقمه على الواتساب، وقال لي هيبقى يبعت لي الاسعار بتاعتهم، علشان لسه الفواتير ما نزلتش للحاجات تقريبا او حاجه زي كده يعني. بس قررت بعد انقطاع 5 شهور او اكتر، والله اكتر يعني، يمكن 6 شهور ارجع للجيم. اللي يعرفني يا جماعه انا من شهر 7 ما رحتش الجيم، يعني الشهر ده كله والشهر اللي فات كانوا بسبب الامتحانات، والفتره اللي قبلها كانت بسبب المشاكل والمواضيع اللي انتوا سمعتوا عنها يعني، فما كانش عندي وقت خالص اروح الجيم للاسف. وانا صراحه بحب الجيم جدا جدا يعني، عاشق للجيم، يلا بينا نروح الجيم مع بعض. كوارك كوكو يا ولاد، رايح فين؟ كوارك كوارك. ناخد الاوميجا 3 بتاعتنا قبل التمرين. طعمها يا جدعان بيبقى لا مؤاخذة يعني، فاهمين؟ في طعم زفارة السمك، معرفش يعني، فانا بكتم نفسي وباخد الحبة، فاهمين الفكرة؟ الازازة دي او زي ما بيقولوا عليه بتوع الجيم الشيكر، بحبه جدا لان فيه من تحت زي مكان كده بحط فيه الكرياتين. انا باخد كرياتين على فكرة، يعني عندي علبة كرياتين لما بروح الجيم، والكرياتين بالكمية المعتدلة مش مضرة ولا حاجة. لسه شايف بوست الواحد على الفيس كان بيتكلم ان هو يعني حد بعت له مبلغ بالخطأ على انستا باي، كان 56,000 تقريبا، والراجل يعني بيقول ان هو كلم الراجل وردهم له وطلعت كانت فلوس يعني والدته المريضة ومش عارف ايه، فبيشير حاجة زي كده، حاجة خيرية، حاجة يعني كويسة، فاهمين؟ فاللي هو لقيت معظم الكومنتات انتقاد، اللي هو ما ده الطبيعي، انت هتتفضل عليه، ما دي فلوس الراجل، انت كمان عاوز تسرقهم، مش عارف ايه.
يا جماعه الخير، ليه مش عاوزين او بتتريقوا او بترخموا على الناس اللي بيحاولوا ينشروا الايجابيات او بيحاولوا ينشروا الخير في المجتمع؟ يا عم هو عمل فعل خيري، هو يعني جهاد النفس ده في حد ذاته حاجه كويسه، فاهمين الفكره؟ يعني كون الراجل جاهد نفسه ان هو ما ياخدش الفلوس، مع ان هو فاهمين محدش مثلا، فدي حاجه كويسه ان هو شيرها، تمام؟ بيشجع الناس انها تعمل حاجه زي كده. ليه فاهمين؟ ليه بتحبوا يعني تنتقدوا الحاجه الكويسه؟ يعني ما تسيبوا الناس تشير تتكلم عن الحاجات الكويسه، زي ما ليل نهار شايفين اخبار سلبيه وليل نهار شايفين سلوكيات سلبيه وسلوكيات سيئه، فاهمين قصدي؟ فالمهم يا جدعان، فالفكره ان انا شايف ان لا، مفيش مانع ان انت لو بتعمل عمل خيري مثلا، بتتبرع بفلوس مثلا، فاهم؟ يعني مثلا بشوف برضو ناس بتنزل فيديوهات مثلا ايه وهي فاهمين، فانا مش شايف ان ده مثلا يعتبر نوع من الرياء، يعني فاهمين قصدي؟ او مش شايف ان ده يعتبر حاجه انت المفروض تمتنع انك او يعني تتردد انك تشيرها. طبعا لو انت بتعمل ده في السر، حاجه بينك وبين ربنا، يعني تمام، يعني انا مش فاهمين. لكن انا ضد صراحه الناس اللي بتفضل ايه، تقعد تنتقد اي حد بيعمل حاجه خير ويشيرها. طب ما ده هيشجع ان الناس التانية تعمل عمل خير، فاهم الفكره؟ خصوصا ان لو في ناس بتحبك او بتقتدي بيك هتبدا تحاول تقلدك مثلا، فاهم؟ فمش عارف بصراحه. بس يا جماعه، فحبيت اروح يعني حبيت اروح علشان اكمل او اختم الفلوج ده بقى في البيت، لان صراحه بره يعني الموضوع بيكون مزعج قوي، دوشه عربيات، عشان يعني في كده زي مورستان بره. معرفش انت ازاي في ناس بتحب انها تخرج، يعني يا جماعه كفايه اصلا دوشه العربيات، دوشه الموتوسيكلات، دوشه الناس نفسها، فاهمين؟ الموضوع مرهق قوي يعني، فاهمين الفكره؟ فبس انا كنت بتكلم لما كنت بره على ان احنا المفروض يعني مش شايف فيه مشكله لو حد بيظهر الجانب الخيري او بيظهر الجانب الحسن، يعني مش معناه ان هو مثلا بيعمل رياء، يعني لا خالص. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره البقره بسم الله الرحمن الرحيم: والذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فربنا بيقول الناس اللي بتنفق سرا وعلانية، يعني لو أنت بتعمل الموضوع ده سرا بينك وبين ربنا فربنا يجازيك كل خير، محدش تمام قال حاجة. ولكن لو انت اظهرت الجانب ده، يعني ده بالعكس، انا شايف ان احنا المفروض زي ما في سلبيات كتيره منتشره نظهر الجانب الايجابي، فاهمين الفكره؟ يعني انا على سبيل المثال والله العظيم يا جماعه مش بقول كده علشان يعني ابان مثلا اللي هو لا، خالص خالص، انا عن نفسي بعمل الحاجات دي في السر. ولكن والله العظيم يا جماعه، انا كل ما اكون يعني احس ان الدنيا ضيقه معايا او مزنقه معايا، بروح اتبرع بالمبلغ اللي اقدر عليه، والله العظيم، او بتصدق يعني بالمبلغ اللي اقدر عليه. اقسم بالله يا جماعه الموضوع سحر، والله العظيم الموضوع سحر. انا ما بكونش فاهم ازاي، يعني ما بكونش فاهم ازاي يعني مجرد المبلغ اللي انا طلعته ده ربنا رزقني بيه اضعاف مضاعفه، فاهمين الفكره؟ فانا والله العظيم يعني انا ممكن اعمل فيديو بس كامل عن الموضوع ده، اقول لكم قد ايه الموضوع ده فرق معايا في لحظات وفي اوقات انا كنت اقسم بالله يعني كنت في امس الحاجه للفلوس. يعني انا دايما كده لما بكون في امس الحاجه للفلوس بتبرع باللي معايا. والله العظيم ما حد يقول لي ايه الهبل ده يا اسلام، يعني لما يكون ربنا موسعها عليك، لا لا، الموضوع مش كده خالص، يعني فاهم؟ مش لما ربنا يكون موسعها عليك، طبعا ربنا يوسعها علينا كلنا يعني، ولكن الفكره ان مش لما يكون ربنا موسعها عليك فتروح تقتطع او تطلع بقى جزء بقى. طبعا ربنا يجازيك كل خير وكل حاجه، لكن انا بتكلم في نقطه تانية خالص، ان ربنا بيرزقنا بطريقه غريبه جدا وبطرق احنا ما كناش نتخيلها، تمام؟ يعني هقول لكم مثال، تمام؟ من حوالي شهر بالظبط، تمام؟ الكاميرا اللي انا بصور بيها دلوقتي دي اللي اسمها دي جي اي اوزون بوكيت، كنت يعني شاريها بالقسط، تمام؟ والقسط بتاعها يعني كان هيدخل عليا شهر، انا ما كانش معايا فلوس، يعني انا ما كانش معايا فلوس اللي هو كفايه للقسط بتاعها، يعني تمام؟ الكاميرا اللي انا بصور بيها دلوقتي، يعني تمام؟ فالمهم، فانا عملت ايه بقى؟ كان معايا مبلغ بسيط خالص، يعني حوالي تقريبا 300 400 جنيه. بصوا يا جماعه هقول لكم على حاجه بعيده عن الموضوع ده خالص، معلش انا بتشتت شويه لكن ماشي معلش خدوني يعني، معلش، تمام؟ انا من نوعيه الناس اللي هو حاجه من اتنين: يا بيكون معاهم فلوس لا تعد ولا تحصى، يا بيكون معاه صفر. ما تعرفش ازاي، يعني انا مش من نوعيه الناس اللي هو لا، يعني فاهم، بيعرف يعني فاينانشالي وايز كده يقسم فلوسه كويس. ما عنديش اي نقطه ماني مانجمنت، ما عنديش خالص النقطه دي، تمام؟ والله العظيم يعني تلاقي فجاه كده انا لو معايا فلوس هتلاقي معايا مثلا فلوس كتير جدا، يعني فاهم؟
يعني اقل حاجه مثلا والله العظيم ما بهزر يعني 30 40 الف كده فاهم. بقول لكم من الاخر تمام. بس ممكن بكره تلاقي معايا صفر واروح استلف، اقسم بالله ما بهزر. ازاي والله طب بيضيعوا في ايه ما اعرفش، والله العظيم ما اعرف يا جماعه تمام. يعني انا لو معايا حتى كده 100 جنيه ما ينفعش تبقى في المحفظه بتاعتي. انا ده حاجه وحشه جدا على فكره، مش بشجع الناس انها تعمل كده، لكن انا بقول لكم انا كاسلام محتاج اتعلم. على فكره انا عندي كتاب بيتكلم عن المانجمنت اوف ماني، يعني او ازاي تمانج الفلوس بتاعتك وتقسمها ازاي وتدخر ازاي وتستثمر جزء منها وتتصدق بجزء، فاهمين؟ محتاج اقراه واطبقه، لان انا وحش جدا في الفلوس. يعني احيانا بيعدي عليا يا جماعه اسابيع والله ما معايا حتى ثمن المواصلات، واحيانا بيكون معايا فلوس كتير جدا لدرجه ان انا بروح اشتري حاجات انا مش عايزها، يعني فاهمين؟ والله بجد ما بهزر، بروح اشتري اي حاجه لمجرد فور ذا سيك ان انا اشتري اي حاجه، فور ذا سيك ان انا ما يكونش معايا فلوس. ما تعرفش ده مرض ولا حاجه عندي انا بس ولا ايه؟ بس هو نرجع للنقطه اللي كنت بتكلم عنها يعني تمام. فوالله بجد يا جماعه فالكاميرا دي كان القسط بتاعها، وانا من نوعيه الناس اللي هي مش بتحب تستلف من حد بصراحه يعني، او مش بحب اقول لحد هات فلوس يبقى لك، لا عمري ما عملتها تقريبا غير مره واحده ويعني فاهمين؟ وكنت في امس الحاجه في الوقت ده يعني تمام. فالمهم فلوس الكاميرا قربت، انا مش معايا فلوس بتاع، فجاه والله العظيم كان معايا مبلغ بسيط جدا، تصدقت تقريبا بمعظمه تمام، نزلت كده تصدقت بمعظمه تمام. والله العظيم يا جماعه في نفس اليوم اقسم بالله وربنا حاسبني، في نفس اليوم في شركه بتاع اسمها لوتس تشيس تمام. الشركه دي بتعمل او عامله تطبيق على الفون بيعلم الناس الافتتاحيات يعني تمام. لقيتهم باعتين لي جيميل عايزين نعمل كولابوريشن معاك وهنبعت لك ثمن الكولابوريشن ده $150 اللي هو فيه حوالي تقريبا $150 حوالي 7000 جنيه. اقسم بالله انا حسيت ان دي يعني بصوا يا جماعه، انا على سجيتي جدا او على طبيعتي جدا، يعني انا مش من نوعيه الناس اللي هو ايه اقعد اتخفف الفلوس، لا بص انا بكلمك هو بص بقول لك حتى بالارقام. يعني هل بتشوف حد تمام يقعد يقول لك ايه معايا 30000 جنيه ده بعت لي كولابوريشن او تعاون ب $150؟ هل انت لا مفيش حد حتى بيقول الارقام فاهم، لكن انا مش فارقه معايا فاهم. انا بكلمكم والله كاخوات كاهل، والله العظيم يا جماعه الكلمه حرفيا اللي في قلبي طالعه على لساني بالظبط والله تمام. ولا بخفي مثلا ولا بخبي عنكم مثلا حتى الارقام اللي هي تعتبر برايفسي مثلا او حاجه يعني فاهمين حاجه برايفت كده عند بعض الناس، لا انا بالنسبه لي الموضوع عادي يعني فاهمين. فالمهم والله العظيم يا جماعه نرجع للموضوع، في نفس اليوم اقسم بالله لقيتهم باعتين لي $150 والله العظيم جم من عند ربنا، بس انا استغربت يعني فاهم. يعني هو ازاي يا جدعان والله ازاي فاهم. بس والحمد لله يعني قدرت اسدد القسط بتاع الكاميرا اللي عليا يعني. ف فبس الموضوع يا جماعه والله العظيم سحر. انا عارف ان في ناس اتكلمت كتير عنه، كنت زمان بشوف ناس بتكتب قصص وحواديت عن ازاي الصدقه يعني فاهمين، لكن لما انا جربت الموضوع بنفسي يعني جربها والله فاهم. يعني خصوصا الصدقات اللي هي بتكون في محلها يعني فاهم. يعني دلوقتي داخلين على رمضان، وفي اللي هو يعني اظن كل جامعه او كل كليه بتعمل زي شنط خيريه كده. احنا كل سنه السنه اللي فاتت على فكره الكليه الطب بتاعتنا عملنا شنط او عملنا كراتين يعني خيريه لرمضان وكده، وراحت لحد فلسطين يعني ايام ما كانت فاهمين اللي هو الحرب مشتعله يعني تمام. ربنا يعني يفك كربهم ان شاء الله يعني تمام. فكنا احنا اول ناس تدخل يعني، او يعني اللي هو الكليه بتاعتنا كانت اول ناس تعرف تدخل حاجه من مصر لفلسطين، هو كليتنا احنا والله العظيم تمام. يعني كنا احنا فعلا اول ناس يعرفوا يدخلوا حاجه هناك يعني تمام. فالمهم يعني نرجع للموضوع اللي كنا بنتكلم عنه. بس واحنا داخلين على رمضان، داخلين على ايام يعني مفترجه زي ما بيقولوا يعني. فاهم ابسط حاجه تقدر تتصدق بيها او تتبرع بيها، والله العظيم يا جماعه الموضوع سحر يعني فاهمين الفكره. بس فده اللي انا حبيت اقوله يعني تمام. فانت ما تقلقش، عاوز تعمل موضوع في السر اعمل، عاوز يعني تقوله للناس بحيث الناس تتشجع زي ما انا بعمل كده، لا هو مش رياء ولا حاجه، ده هو يعتبر انت بتحث الناس على العمل الخيري، بتنشر روح فاهمين. فما تكونش اللي هو لا يا عم ده حاجه يعني حرام، مش حرام فاهم، لا مفيش الكلام ده. بل بالعكس يعني إن انا بتضايق من الناس اللي هي بتقعد تقول ايه في التعليقات طب ما طبيعي انك ترجع له الفلوس زي القصه اللي كنت بحكي لكم عليها من شويه فاهمين الفكره. بس فده اللي حبيت اقوله يعني. والله للمره التانيه كان نفسي اكمل الفلوج، او كان في نيتي لما بدات الفلوج ده ان انا اخلصه يوم 27/1 اللي هو اليوم اللي هخلص فيه امتحانات ان شاء الله، ويبقى بعنوان تخرجنا، او بعنوان اللي هو يعني فلوج التخرج خلاص يعني فاهمين، او فلوج خلاص خلصنا. ولكن النهارده يوم 9/1 او المفروض 8/1 بس عشان عندنا الساعه 12. ف
زي ما حضراتكم شايفين اهو، خلاص يعني انا عايز انزل ده، وهعمل يعني الخطه ان شاء الله ان في فلوجين جايين تاني في السكه. الفلوج الاول اللي هو بتاع خلاص اخر امتحانات بقى، والفيروس بقى بتاعت التخرج بقى وبتاع، تمام. واخر امتحان طبعا انتوا عارفين اخر امتحان في كليه الطب الناس هتكون فاهمين، فرحه يعني وبتاع وكده. فهبقى اشارككم الاجواء دي ان شاء الله، هيكون في فلوج يعني عن الجزئيه دي. الفلوج اللي بعده ان شاء الله، ان شاء الله انا ناوي ان يوم 28 او 29 واحد الشهر ده هسافر القاهره ان شاء الله، وهقعد هناك يمكن 5-6 ايام كده، ما اعرفش ممكن اقل او ممكن اكتر، ما اعرفش لسه. لان انا بحب اروح معرض الكتاب كل سنه، بحب اروح معرض الكتاب طبعا، دي حاجه اساسيه تمام، يعني ليا سنين كتيره لازم اروح معرض الكتاب تمام. فان شاء الله ان شاء الله هيكون في فلوج تاني او فلوج رابع بقى تمام، ما هو ده الفلوج رقم 2. الفلوج اللي جاي اللي هو رقم 3 هيكون عن التخرج بقى وكده. الفلوج الرابع هيكون ان شاء الله عن رحلتي بقى لمعرض الكتاب بقى، وهصور لكم بقى وانا بسافر بقى والحاجات دي كلها، هشارككم معايا الاجواء. صراحه مش هكدب عليكم، انا يعني عجبني قوي موضوع الفلوج ده تمام، ان انا بشارككم بقى وبتكلم، يعني بدل ما كنت فاهمين مع نفسي خالص كده في كل حاجه، لا على الاقل اهو معايا الكاميرا الصغيره بتاعتي بتكلم فيها في كل حاجه، بشارككم لحظات، بشارككم اجواء. فالموضوع بالنسبه لي فاهمين، حاسس ان انا متونس كده، اللي هو في صديق اللي هو الكاميرا، او اللي هو انتوا في يعني اكشلي انتوا تمام، في صديق بشاركه معايا اهو ايامي، بشاركه معايا الاجواء بقى فاهمين. فانا حاسس ان لا، دي حاجه عوضتني عن ان انا مثلا اكون محتاج صديق مثلا او محتاج حبيبه فاهم من الاخر يعني تمام. عشان احكي له مثلا، لا انا بحكي مع الكاميرا اهو، انتوا اخواتي وانتوا عيلتي وانتوا اهلي. فشكرا جدا جدا ليكم جدا يعني والله. بس مش عارف اقول ايه تاني. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتظروا الفلوج الجاي ان شاء الله، هيكون عن التخرج. يلا السلام عليكم.